اهلا بيكم من جديد في قناة كروشيه وفينتيلز. في الفيديو ده احنا هنكمل الشنطة اللي بدأناها في الجزء اللي فات، وعملنا فيه الجسم بتاع الشنطة خطوة بخطوة. لو ما شفتوش الجزء الاول هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. في الفيديو ده هنعمل الايد بتاعت الشنطة، هنتعلم مع بعض ازاي نعمل ايد كروشيه سهلة جدا مناسبة جدا للمبتدئين، وكمان شكلها مودرن وشكلها شيك. انا هنا استخدمت الحلقات المدورة ومعاها خطاف، دي بتسهل الشغل جدا لانها بتتركب في الشنطة من غير اي خياطة، فبتوفر وقت وكمان بتدي شكل اشيك للشنطة. عشان نبتدي نعمل الايد بتاعتنا خلي الحلقة في النص بين الخيط وبين ابرة الكروشيه بتاعتنا، وهندخل من جوه الحلقة نسحب الخيط لحد ما نعمل اول حلقة على الدايرة. بعد كده هنعمل 6 غرز حشو، بس دايما خلي بالنا ان احنا مثبتين طرف الخيط تحت الغرز وبنشتغل الغرز فوق طرف الخيط. بالشكل ده طرف الخيط ما يفكش والايد تفضل متثبتة على الشنطة. الخطوة اللي بعدها هنعمل سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، ونبتدي ندخل السنارة في كل غرزة من 6 غرز اللي عملناها، نسحب حلقة ومش هنكملها، فنسحب الحلقات لحد ما يبقى معانا 6 حلقات على الإبرة بتاعتنا. بعدين هنشتغل السطر الراجع، مش هنلف الخيط، هنشتغل اليد دي دايما في نفس الاتجاه. هنلف الخيط ونسحب من أول حلقة، وبعدين نلف الخيط ونسحب من حلقتين، وهنفضل نكمل نسحب من حلقتين لحد ما نوصل لحد الآخر. هنعمل سلسلة ونرجع تاني نسحب حلقة من كل غرزة ونسيبها معانا مش هنكملها. وبعدين نعمل السطر الراجع بنفس الطريقة. هنفضل نشتغل على نفس الاتجاه، سطر رايح وسطر راجع لحد لما نوصل للطول المناسب لإيد الشنطة. مع التكرار هتلاقوا ان الشكل بدأ يظهر، وهتلاحظوا كمان علشان الخيط قطن تخين والإبرة مقاسها صغير، هتلاحظوا ان ايد الشنطة ماسكة جدا مش طرية، وده بالظبط الشكل اللي احنا عايزينه. انا اخترت اعمل يد قصيرة مش يد طويلة عشان تبقى مودرن وترندي، طبعا طالعة موضة جدا، بس دي طبعا حاجة يعني ترجع لذوق كل حد. لو حد حابب يعمل الشنطة بإيد طويلة أو حتى كروس طبعا ممكن يعمل كده. لما نوصل للطول المطلوب هنبتدي نثبت الإيد بتاعتنا في الحلقة التانية بتاعة الإيد عن طريق غرزة بس واحدة. أول غرزة أنا برجح إنه من هنا نبتدي نستخدم إبرة التنظيف علشان نثبت الإيد على الحلقة التانية، طب بتكون أسهل كتير وشكلها بيكون حلو جدا، بالظبط نفس شكل تثبيت اليد في الحلقة التانية. هنعمل ازاي؟ هنعدي الابرة من الحلقة الامامية للغرز، احنا كل ده بنشتغل طبعا على الغرز الامامية، ما بنشتغلش على الغرز العلوية. هنسحب الخيط ونمشي من جوه الحلقة ونرجع تاني الابرة من الظهر لقدام. هنفضل نكمل كده لحد ما نثبت الايد كلها في الحلقة، وهنقص الخيط ونخفي الاطراف بتاعته بالخياطة في ظهر اليد.
كده نكون خلصنا ايد الشنطة. طبعا بنركبها على طول بالخطاف في الشنطة، مش محتاجين اي خياطة. زي ما شفتوا هي سهلة جدا وشكلها شيك ومودرن ومناسبة جدا لأي حد مبتدئ في الكروشيه ولسه بيتعلم يقدر يعملها. الجزء الثالث احنا هنعمل الشارم بتاعت الشنطة او التعليقة. طبعا مديها شكل شيك جدا ومختلف، وطبعا تقدروا تعملوا التعليقات دي لأي موديلات شنط تانية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة كروشيه وفينتيز عشان يوصلكوا باقي الفيديوهات وكل جديد. شكرا ليكم ومستنياكم في فيديو جديد.